بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده كوليه 2 دور من اللولي، وهنستخدم معاه سلسله ألمونيا. ايه هي الادوات اللي احنا هنحتاجها عشان ننفذ الموديل ده؟ اول حاجه هنحتاج فرع من اللولي الاوف وايت، هنحتاج فرع من اللولي الذهبي، وهنحتاج سلسله من الألمونيا ذهبي. تمام، سلسله ألمونيا ذهبي. هنحتاج قطع من المعدن على شكل ورقة الشجر بالشكل ده. تمام، هنحتاج قطعتين من ورقة الشجر. هنحتاج زرد مقاس 6، ونحتاج زرد مقاس 4. هنحتاج قفل. تمام، هنحتاج كفر الاستوبر بالشكل ده، كفر استوبر، وهنحتاج استوبر. تمام، كل الحاجات دي هنحتاجها بالشكل او المعادن اللي احنا هنشتغل بيها النهارده كلها عايزينها او هنحتاجها بالشكل او باللون الذهبي. تمام، هنحتاج الزرد بتاعنا اللي هي الزردة اللي هي الناعمة، والزردة المبرومة، وهنحتاج مقص. تمام، وهنحتاج معانا مسطرة. تمام، هنحتاج واير ذهبي. تمام، وهنحتاج مجموعة من الكريستال زي اللي هو اللي احنا كنا عاملينه مع بعض، اللي هو الميكس اللي هو المقاس الصغير. تمام، بحيث ان احنا نختار منه اللون اللي يعجبنا لو احنا هنستخدمه في الموديل ده. تمام، احنا هنستخدم اللون البني او اللي هو العسلي عشان يمشي مع شكل الاوف وايت اللي هو الشكل ده. لو في اي فاصل ذهبي برضو ممكن نشغله. تمام، مفيش فاصل ذهبي ممكن نشغل الشكل ده اللي هو الكريستال الصغير اللي هو العسلي، او ممكن الذهبي يمشي على الموديل. طيب احنا هنعمل ايه؟ الموديل ده عبارة عن دورين، دور 45 هنعمله عبارة عن دور 45 ودور 55 سنتي. تمام، اول حاجة هنعملها ان احنا هنعمل الدور الاول اللي هو عبارة عن 55 سنتي. 45 سنتي ده اللي هو الدور الاول، والدور التاني يبقى 55 سنتي. فاحنا هنحتاج من الواير نص المسافة بتاعت ال45، يعني حوالي 22.5 سنتي من الواير. تمام، فاحنا هنقيس 22 سنتي من الواير. تمام، نبدأ نقص الجزء بتاع الواير. تمام، ده اللي هو الجزء بتاع الواير 22.5 سنتي. هنبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ نقفل ناحية من الواير ده، هنحط اللي هو كفر الاستوبر. تمام، وبعد كده هنحط الاستوبر معانا في الطرف بالشكل ده. تمام، يبقى احنا كده حطينا الاستوبر في الطرف اهو. هنسيب مسافة نص سنتي ونقفل. تمام، بالشكل ده. وبعد كده هنطلع اللي هو الغطا الاستوبر ونقفله عليه. تمام، يبقى احنا كده قفلنا ناحية من الواير اللي احنا قصيناه حوالي 22.5 سنتي. طب بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هيبقى عندنا اللي هو الجزء اللولي اللي هو اللي احنا قلنا عليه اللي هو الاوف وايت. هنبدأ ناخد منه مجموعة من الاوف وايت. تمام، هنبدأ الجزء الاولاني هنعمله. ايه الفكرة اللي احنا هنعملها في الجزء اللي هو 22 سنتي؟ اول حاجة هنعملها في الواير اللي هو اللي احنا قصيناه 22.5 سنتي، هنحط 6 من اللولي اللي هو الاوف وايت، 6 لولي اوف وايت. تمام، بعد كده
طبعا ده كده 6 لولي من الاوف وايت بالشكل ده. هنحط فاصل معانا بقى اللي هو الفاصل، ممكن نستخدم الفاصل اللي هو الكريستالة البني، تمام، بالشكل ده، تمام. بعد كده هنكمل بالشكل اللي هو الذهبي، اللولي الذهبي اللي معانا. هنكمل باقي المسافة من اللولي الذهبي، بحيث ان احنا عايزين 22.5 سنتي بالشكل ده. حطينا 6 لولي اوف وايت، وبعدين فاصل من الكريستال البني او الذهبي، وبعد كده هنكمل اللون الذهبي من اللولي لغايه ما نخلص المقاس اللي معانا، تمام. بعد كده هنبدأ نقفل من فوق الجزء ده، تمام. وصلنا كده للجزء الأخير، تمام. نحط كمان واحدة بالشكل ده، تمام. يبقى احنا عملنا 6 من اللولي في البداية اهو، وعملنا الباقي اللون اللي هو الذهبي. بعد كده هنبدأ نقفل من فوق الجزء ده، تمام. هنحط كفر الاستوبر كده الأول، وبعد كده هنحط الاستوبر، تمام. نسيب مسافة كده ونبدأ نقفل، تمام. كده احنا قفلنا اهو الاستوبر، قفلنا الاستوبر. بعد كده هنقفل غطا الاستوبر، الجزء اللي هو باقي ده نبدأ ان احنا نقصه، تمام، بالشكل ده. وصلنا للشكل ده، تمام. هنبدأ نقص الجزء ده من الواير. يبقى احنا عملنا 22.5 سنتي بالشكل ده، اللي هو بدأناه ب6 من اللولي الابيض، وبعد كده عملناه او كملنا من اللولي الذهبي. طيب هنعمل ايه تاني؟ هنقص من احنا كده عملنا الدور الاول، عايزين نفس الطول بتاع الجزء اللي احنا عملناه ده من السلسله الالومنيا، تمام. ويبقى ده الدور الاول. طبعا السلسله الالومنيا احنا ممكن نعملها بالشكل ده فبتفصل، لكن هنبدا ان احنا نقفلها تاني لان الحلقه بتبقى مفتوحه، تمام. يبقى احنا كده عملنا الجزء الاول من العقد اللي هو هنا 22.5 وهنا 22.5، بحيث ان هو احنا هنبدأ نحطهم مع بعض او هنوصلهم مع بعض، تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ هنبدأ نعمل جزء زيه اللي هو الدور التاني من زي الجزء ده كده. احنا عملنا دي 22.5، التانية يعني احنا عايزين 5 طول الدور التاني 55، يعني احنا هنعملها مثلا 27 تقريبا. برضو نفس القصة، هنقص 27 من الواير، 27 سنتي من الواير، تمام. نبدأ نقص، ونفس اللي احنا عملناه في الدور الاول هنعمله في الدور التاني، بحيث ان احنا هنقفل الجزء الاول بالاستوبر وغطا الاستوبر. هنحط كده غطا الاستوبر، تمام. وبعد كده هنحط وحدة استوبر، تمام. هنسيب نص سنتي بالشكل ده كده، ونبدأ نقفل الجزء ده، تمام، بالشكل ده كده. احنا كده قفلنا الجزء ده.
بعد كده هنقفل اللي هو غطا الستوبر بالشكل ده كده. تمام، احنا كده قفلنا ناحيه، وهنبدا نشتغل نكمل الدور التاني من الكوليه. طب هنعمله ازاي الدور التاني؟ الدور التاني احنا بدأنا هنا باللولي. تمام، الدور التاني هنبدأ هنحط الاول 7 قطع من الكريستال اللي هو الذهبي. هنحط 7 قطع من الكريستال الذهبي. تمام، بعد كده هنحط الفاصل. تمام، احنا كده عملنا 7 قطع من الكريستال. بعد كده هنحط الفاصل اللي هو الكريستال البني اللي هو الصغير ده. تمام، كريستالة البني الصغيرة دي. تمام، البني او الذهبي. تمام، بعد كده هنبدأ نحط 6 من الكريستال الاوف وايت. هنحط 6 كريستال اوف وايت. تمام، يعني بحيث ان هو هيدينا شكل متبادل في النهاية كده، لان هيبقى كل دور فيه قطعة من السلسلة وقطعة من اللولي. تمام، احنا عايزين اوف وايت. تمام، احنا كده حطينا 6 من اللولي الاوف وايت. بعد كده هنحط الفاصل اللي هو البني. تمام، هنحط فاصل من الكريستال البني بالشكل ده. يبقى احنا وصلنا للشكل ده. عملنا 6، عملنا في الاول 7 ذهبي، وبعدين 6 اوف وايت، وما بينهم او حطينا فاصل كريستال بني او ذهبي. بعد كده هنكمل، هنحط بقى باقي المسافة او باقي المسافة اللي معانا هنحطها من اللون الذهبي، بحيث ان اللي هو اللون الاوف وايت هيبقى في النص في الجزء ده، لكن في الجزء التاني كان الاوف وايت على الطرف. تمام، هنكمل كل الجزء اللي معانا الفاضي كله من اللون الذهبي. طبعا الكوليه ده ترند، اللي هو اللولي طالع ترند مع السلاسل الألمونيا، بيبقى شكله كويس في اللبس وشيك وطالع ترند. تمام، هنكمل المسافة اللي معانا. تمام، يبقى احنا كده وصلنا للشكل ده، جزء من الذهبي وبعدين جزء من الاوف وايت، ما بينهم كريستال من اللي هو المقاس الصغير البني، وبعد كده الذهبي في النهايه. كملنا باقي المسافه باللون الذهبي اللي هو اللون الذهبي. بعد كده هنبدا نقفل، هنحط الكفر بتاع الستوبر. تمام، وبعد كده هنحط الستوبر معانا. طبعا احنا كنا قايلين الستوبر وكفر الستوبر كلهم باللون الذهبي. تمام، وبعد كده نبدا نقفل. تمام، يبقى احنا كده قفلنا على الستوبر وكفر الستوبر. هنبدا نقفل كفر الستوبر معانا بالشكل ده كده. طبعا الجزء بتاع الواير اللي هو بيبقى زياده ده نبدا نقصه. تمام، طبعا لو في طرف طالع برضو او حاجه نسويه بحيث انه ميبقاش باين. نقفله تاني. تمام، يبقى احنا كده عملنا الجزء التاني. الجزء الاولاني هيبقى بالشكل ده. تمام، الجزء
التاني. طبعا احنا عملنا الجزء التاني اللي هو 27 سنتي، هنقص قطعة من السلسلة الألمونيوم بنفس طول الجزء ده. تمام، وهنقيس عليه عشان يبقى متساوي بالظبط، بحيث ان ميبقاش فيه طرف اطول من طرف. تمام، طبعا دي انفصلت، فنبدأ ان احنا دي كانت معاها في المقاس، نظبط نقفلها تاني. تمام، ده الجزء التاني. طب احنا شكل الموديل هيبقى ايه؟ عايزين نتخيله. اول حاجة الدور الاولاني هيبقى بالشكل ده كده، والدور التاني هيبقى بالتبادل معاه بالشكل ده، بحيث ان هنا السلسلة هيبقى مقابل اللولي، وفي الدور التاني هيبقى اللولي مقابل السلسلة. تمام، وفي الجزء اللي في النص ده هنبدأ نحط قطعة المعدن اللي احنا جايبينها. طبعا اي قطعة معدن مفتوحة من ناحيتين ذهبي ممكن تنفع في الموديل ده، وهنحط هنا قطعة من المعدن بالشكل ده. تمام، هنبدأ ان احنا نشغل الزرد اللي معانا، او احنا هنبدأ كده نقفل بالزرد. هنستخدم الزرد الصغيرة في الجزء اللي هو في النص ده. تمام، هنفتح الزردة، تمام، اللي هي الصغيرة، هنبدأ نحط فيها قطعة المعدن من الطرف ده بالشكل ده، ونحط معاها السلسلة الألمونيا. تمام، ونقفل. نساوي كده بحيث ان هي ما تبقاش في جزء اعلى من جزء، تبقى مساوي. تمام، احنا كده بنقفل في الدور الاول للكوليه. بعد كده هنجيب زردة صغيرة الناحية التانية برضو. تمام، هنفتح الزردة، نحط فيها الجزء التاني من اللي هي جزء اللي هو المعدن اللي معانا، اللي هو ورقة الشجر ده. وبعد كده هنحط الجزء اللي هو اللولي. تمام، وبعد كده نقفل الجزء ده. تمام، يبقى احنا كده ركبنا الدور الاول باستخدام الزرد الصغير، وهنركب الدور التاني برضو باستخدام الزرد الصغير. طبعا الزرد الصغير بيبقى شكله اشيك من الزرد الكبير، بالذات لو احنا استخدمناه في النص، يعني في نص العقدة او حاجة، فبيبقى شكله حلو احسن من الزرد الكبير. هنفتح الزردة، تمام، وهنبدأ ندخل فيها السلسلة الألمونيا. تمام، بعد كده هنبدأ ندخل القطعة اللي هي معانا، اللي هي القطعة ورقة الشجر العريضة دي. تمام، بالشكل ده. بعد كده هنبدأ نقفل الزردة. تمام، بعد كده هنبدأ نثبت من الجزء التاني برضو بزردة من اللي هي الزرد الصغير. تمام، تمام، هنفتح الزردة كده وندخل فيها اللي هي ورقة الشجر بالشكل ده. بعد كده هندخل الجزء اللولي اللي احنا عملناه. تمام، وبعد كده نقفل الجزء ده. تمام، نساوي كده. احنا عملنا الدور التاني، ادي الدور الاول وادي الدور التاني. تمام، بالشكل ده. يبقى احنا كده عملنا الدور الاول والدور التاني. هنبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ نقفل من فوق، هنستخدم من فوق الزرد الكبير. تمام، هنستخدم فوق الزرد الكبير، هنجيب زردة
من اللي هو المقاس الاكبر. بعد كده هنفتح الزردة. تمام. هنبدأ ندخل السلسلة الألمونيا الاول، وبعد كده الجزء اللي احنا عملناه من اللولي بالترتيب زي ما احنا عاملينه كده. تمام. وهنحط معاهم القفل. تمام. بعد كده نبدأ نقفل. تمام بالشكل ده. نبدأ نقفل الجزء التاني. تمام. يبقى احنا كده قفلنا الجزء ده. بعد كده هنبدأ نقفل الجزء التاني. هنجيب زردة كبيرة، نبدأ نفتح الزردة. تمام. هندخل العقد في الزردة او الجزء اللي هو فيه لولي الاول. تمام. وبعد كده السلسلة الألمونيا. بعد كده هنقفل بالشكل ده. يبقى احنا كده وصلنا للشكل ده من الكوليه بتاع النهارده. ده كوليه 2 دور. طبعا هنلاحظ ان هنا جزء من السلسله، ده جزء سلسله ألمونيا مقابل ليه جزء من اللولي، والدور التاني جزء من اللولي مقابل ليه سلسله من الألمونيا. وطبعا في النص ورقه شجر. ممكن لو احنا مش عندنا ورقه الشجر ممكن نستخدم اي شكل تاني. ممكن نستخدم اي قطعة معدن مفتوحة من الناحيتين تنفع. تمام. تمام. ده الكوليه اللي هو 2 دور من اللولي والسلسلة من الألمونيا. تمام. ممكن ان احنا برضو نستخدم فوق سلسلة تطويل، بحيث ان احنا لو عايزين نطول برضو فاحنا ناخد من السلسلة الألمونيا اللي معانا 5 سنتي تقريبا. تمام. وهنبدأ ان احنا نركبها من فوق. تمام. يبقى معانا زردة. نفتح الزردة ونركب فيها اللي هي السلسلة اللي احنا قطعناها دلوقتي، اللي هي حوالي 5 سنتي سلسلة تطويل. وبعد كده هنركبها معانا في الجزء بتاع اللي هو فيه الزردة، بحيث ان هو لو حد يعني تبقى برضو سلسلة، لو عايزين نطول العقد او حاجة يبقى احنا معانا سلسلة تطويل موجودة في العقد. تمام. ده كوليه دورين من اللولي. تمام. تمام. وده شكل الكوليه ال2 دور اللي هو عبارة عن جزء من اللولي وجزء من السلسلة الألمونيا. تمام. وده شكل الموديل بتاعنا النهاردة. يا رب الموديل يكون عجبكم. لو عجبكم الموديل وعجبكم الفيديو استفدتوا منه وأول مرة تتفرجوا على القناة، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.